السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنشوف ازاي ممكن نعمل مدفع رمضان على بلندر. فخلينا نبدأ على طول، بس قبل ما نبدأ بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا أي أسئلة أو اقتراحات أو تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس. ودلوقتي يلا بينا نبدأ. أول حاجة هعملها إن أنا همسح الكيوب ده، فهختار الكيوب ده وهعمل اكس وديليت. وبعدين أقرب شكل بالنسبة لي لشكل المدفع اللي أنا عاوز أعمله هيكون هو السلندر، فهروح من هنا هعمل add مش سلندر، فهيبقى عندي السلندر بالشكل ده. أنا هحاول أمشي بطيء شوية علشان في ناس كتير اشتكت إنه الشرح سريع شوية عليهم، فهحاول إن أنا أمشي خطوة خطوة في الفيديو ده إن شاء الله. بعد كده أنا عاوزة إنه السلندر ده يكون نفس اتجاه المدفع، فهعمل RX 90 علشان أقلب السلندر بتاعي على الاكس اكسس 90 درجة. تمام، بعد ما اجيبه حاجة زي كده هعمل GZ1 وهدوس انتر. كده انا رفعته فوق الارض بالشكل ده. بعد كده هروح هدوس تاب من الكيبورد عشان ادخل في الاديت مود، وهدوس 3 من الكيبورد علشان اختار الفيس سيلكت. هختار بس الفيس ده لان انا مش عاوزاه، فهعمل اكس وهعمل ديليت فيسز. تمام، وبكده هيمسح لي الفيس ده. بعد كده هروح اختار 2 من الكيبورد او من هنا علشان اختار الادج سيلكت، وهدوس الت وهختار ادج واحده من دول، وبكده هو هيعمل لي سيلكت على الادج لوب دي كلها. بعد كده هاجي من الجنب بالشكل ده، هدوس اس وهعمل سكيل حاجه زي كده لغايه القدر اللي انا عاوزاه يكون الواجهه بتاعه او الجزء الامامي بتاع المدفع بتاعي. تمام، ممكن اعمل اس واصغره شويه يعني على حسب ما انت حابب الشكل بتاعك يكون. بعد كده هاجي من هنا هروح 3 من الكيبورد عشان اختار الفيس سيلكت، وهختار الفيس ده كمان وهعمل اكس وديليت فيسز. بعد كده نفس الكلام هدوس 2 من الكيبورد عشان اروح للإدج سيلكت من هنا، والت وهختار الإدج لوب دي كلها بالشكل ده. بعد كده انا عايزه اعملها اكسترود، فهعمل اي واي عشان اعمل اكسترود بس على الواي اكسس بالشكل ده، كليك واحدة بالزرار الشمال بتاع الماوس وهعمل اس عشان اعمل لها سكيل حاجة بسيطة خالص زي كده. نفس الكلام هكرره تاني اي واي وهطلعها حاجة زي كده، وبعدين اس عشان اعمل سكيل بالشكل ده، ونفس الكلام تاني اي واي وهعمل حاجة زي كده، وبعدين اس وهعمل سكيل زي كده، واخر مرة هعمل اي واي وحاجة بسيطة كده، وبعدين اس وهعمل سكيل خالص زي كده. بعد كده علشان اقفل الدايره اللي عندي دي او الفتحه اللي عندي دي، فهروح ادوس وانا عامله سيلكت على الادج لوب دي كده كلها، هروح ادوس اكس من الكيبورد وهعمل collapse edges and faces. لما هختارها هيقفلها لي هو بالشكل ده، وده الشكل اللي انا عاوزاه يكون. بعد كده هروح من هنا على الاوبجكت مود، او ممكن تدوس تاب علشان تروح للاوبجكت مود، وهختار المدفع اللي عندي ده بالشكل ده، وهعمل كنترول 2 من الكيبورد علشان اعمل subdivision surface modifier، او ممكن من الموديفايرز هنا تروح تعمل add modifier وتعمل subdivision surface modifier. ممكن تخليه 2 او ممكن نخليه 3 حاجة زي كده، وتأكد ان انت كمان تزود الرندر ل3 علشان كمان يرندر على 3. بعد كده هروح اعمل add modifier ومن هنا generate وهعمل solidify modifier. ليه هعمل solidify modifier؟ علشان ادي سمك للمدفع، فهاجي لما هضيف solidify كده هبدأ ان انا ازوده من هنا لغاية الدرجة اللي انا عاوزاه ان هو يكون عليها. ممكن اعمل حاجة زي كده، ولو مسكت solidify modifier ده من هنا رفعته فوق حاجة زي كده هيبقى عندي بالشكل ده. ودلوقتي ممكن ان انا ارجع ازوده تاني بالدرجة اللي انا عاوزاها، وممكن اعمل دي even thickness حاجة زي كده، فيبقى عندي حاجة كده. طبعا احنا بنعمله بشكل كرتون شوية، فكده بالنسبة لي شكله لطيف. ممكن اجي لو انا عاوزة اطوله شوية اعمل SY وازوده بس حاجة زي كده، كنترول A وهعمل apply scale. ممكن اقلل دي ل2 بالشكل ده واعمل كليك يمين وشيد سموث. بعد كده هروح تاب على الاديت مود، ولو انت خلاص راضي بالسمك بتاع المدفع بالشكل ده ومش عايز تغير في السمك بتاعه حاجة، فممكن تيجي من هنا من السوليديفاي من السهم الصغير ده، وتتأكد الأول ان انت في الأوبجكت مود، وتدوس على السهم الصغير ده وتعمل ابلاي للسوليديفاي موديفاير. دلوقتي لو رحنا
تاب على الاديت مود. هيبقى عندي انا طبعا بعمل ابلاي علشان المش نفسه يتطبق جوه، لانه لو عملنا كنترول زد، لو رجعنا كده قبل ما نعمل ابلاي للسوليديفاي موديفاير، لو دوست تاب هتلاقي ان انت قادر بس تتحكم في الفيسز اللي بره، لكن مفيش فيسز جوه فعليا. فعلشان كده بنيجي من السهم الصغير ده، وطبعا لو احنا على الاديت مود هتلاقي انه الاوبشن بتاع ابلاي جريد اوت بالشكل ده. فهندوس تاب، هنروح للاوبجكت مود ومن السهم الصغير ده وهنعمل ابلاي. دلوقتي لما اروح على الاديت مود هلاقي ان انا بقى عندي تحكم في الفيسز اللي جوه وفي الفيسز اللي بره كمان. فهروح على الايدج سيلكت من هنا، هعمل كنترول ار علشان اعمل لوب كات وسبورت الجزء ده بالشكل ده. فهعمل حاجه زي كده، وهاجي كمان من جوه هعمل كنترول ار ونفس الكلام، هعمل كنترول ار وممكن اسحب دي حاجه زي كده. ممكن اعمل كده، وممكن ادوس وانا مختاره كده الادج لوب اللي جوه دي شيفت الت واختار الادج لوب دي كمان، واعمل اس لو انا عايزه اقلل السمك ده شويه، حاجه زي كده. او الحل التاني ان انا اسيب دي زي ما هي كده واروح ادوس الت واختار الادج لوب دي وشيفت والت والادج لوب دي واعمل لدول سكيل. فبرضو نفس الكلام كده، هرفع شويه الجزء الامامي بتاع المدفع حاجه زي كده. دلوقتي ممكن ادوس الت واختار بس الادج لوب دي واعمل جي جي وارجعه علشان اسحبه لورا بالشكل ده، حاجه زي كده. ممكن ادوس الت كمان واختار الادج لوب دي واعمل برضو جي جي وارجعه بس حاجه بسيطه خالص كده. ممكن اعمل سكيل. دلوقتي هروح على الاوبجكت مود اشوف انا عملت ايه. تمام، ده كده شكله لطيف بالنسبه لي. ولو انت مش حابب ان هو يكون صغير بالشكل ده، ممكن تروح تاب على الاديت مود وممكن نختار من هنا التوجل اكس راي وتختار كل الادجز اللي هنا دي وتعمل اس وتعمل لها سكيل حاجه زي كده. فنكبر الكلام ده كله. خلينا نروح كده على الاوبجكت مود ونلغي التوجل اكس راي، فبقى حاجه زي كده. خلينا برضو نعمل الت ونختار الادج لوب دي وجي جي واقدمها قدام شويه، ونرجع ونقول تاني ان كل دي تفضيلات شخصيه، كل واحد بيعمل التفاصيل دي حسب ما هو حابب ان هي تكون وحسب الريفرنس اللي انت بتتبعه لو في ريفرنس او حسب الشكل اللي يعجبك. دلوقتي هروح تاب على الاديت مود وهعمل كنترول ار وهعمل لوب كات هنا، لان انا هنا مش هعرف اعمل لوب كات، فهاجي هعمل لوب كات هنا وهضيقها بس بالشكل ده، وهروح ادوس الت واختار الادج لوب دي واس وهصغرها حاجه زي كده. ممكن اعمل جي واي واعملها حاجه كده علشان اعالج المشكله اللي كانت عندي هنا بالشكل ده، وده علشان احل مشكله الستار اللي كانت معموله هنا دي. بص دلوقتي لو عملنا زوم ان قوي هتلاقيها هنا موجوده بالشكل ده. طبعا لو عايز تخلص منها ليها حلول، بس انا بالنسبه لي انا مش عايزه ان انا اتخلص منها، فهي تمام لان هي لورا ده الجزء اللي بيبقى فيه الفتيل بتاع المدفع، فانا بالنسبه لي كده تمام. وممكن طبعا تدوس تاب وتروح على الفيرتكس سيلكت وتمسك الفيرتكس دي بس وتعمل جي واي تدخلها جوه سنه بالشكل ده. تمام، حاجة كده لطيفة. طيب بعد كده هروح اختار تاني الاوبجكت مود وهدوس تاب واتنين من الكيبورد عشان اروح للادج سيلكت، وهروح اعمل الت واختار الادج لوب دي وشيفت وانا دايسة الت واختار الادج لوب دي، وكمان وانا دايسه شيفت والت اختار الادج لوب دي. بعد كده هعمل شيفت دي وكليك يمين علشان اخد منهم نسخه بس اسيبهم مكانهم زي ما هم. فدلوقتي دول الثلاثه ادج لوبس دول انا خدت منهم نسخ، بس هم لسه لازقين في نفس الشكل الاساسي اللي هو السلندر بتاعي اللي هو المدفع. طيب افصلهم ازاي عن المدفع؟ هدوس بي وهعمل separate by loose parts. دلوقتي لما عملت separate by loose parts لو جيت تشوف هنا هتلاقي بقى عندي سلندر 1 2 3 غير السلندر الاساسي اهم، وعندي ده كل واحده من دول بقت اوبجكت لوحدها. تمام، هروح بقى اختار دول كده بشيفت واختار الثلاثه دول وهعمل كليك يمين وهعمل convert to curve. كده انا الثلاثه دول عندي اتحولوا curves. بعد كده هروح اختار واحده فيهم وهنزل لتحت كده من الاوبشنز بتاعت الكيرف داتا دي، من هنا هنزل لتحت لغايه لما الاقي بافل، وهبدا ان انا ازود الدبث بتاع البافل حاجه زي كده علشان يعمل لي الشكل ده، فخليته 0.04. نفس الكلام هروح اعمله على الكيرف التاني هنا من الدبث هعمل 0.04 وادوس انتر. ودي ممكن اعمل لها سكيل شويه فصغرها حاجه زي كده عشان تبقى يدوب كده حوالين المدفع. ودي كمان
هروح اعمل 0.04 وادوس انتر، فبقت عندي حاجة زي كده. ممكن ارجع دي لورا شوية، فهعمل جي واي وارجعها لورا حاجة زي كده. خلي بالك ان الاوريجين بوينت هنا، فهتلاقي لو عملت مثلا سكيل او حاجة هتلاقيه بيسكيل لورا كده، مش هتبقى مظبوطة. هعمل كليك يمين عشان اكنسل، وهروح من هنا من الاوبجكت وهعمل set origin to geometry. كده بقت في المنتصف هنا. دلوقتي لو انا عملت سكيل هيعمل سكيل في منتصفها بالشكل ده. طيب بعد كده هروح اختار شيفت واختار الثلاثة دول وكليك يمين وهعمل شيد سموث، فبقى عندي شكلهم حاجة بالشكل ده. لو انت حابب ان التكسير اللي فيهم ده ما يكونش موجود، فممكن نروح نختار واحدة كده ونعمل كنترول 2. احنا كده عملنا زي ما اتفقنا subdivision surface modifier بالشكل ده. بعد كده ممكن اختار دي وشيفت واختار دي وشيفت واختار دي اخر حاجة، ومن السهم الصغير ده هعمل copy to selected، وبكده هو اوتوماتيكلي نقل لي subdivision surface modifier في الكيرفز الاتنين اللي انا عملتهم بالشكل ده. دلوقتي ممكن اعمل كنترول اس واعمل سيف. لو انت مش حابب ان انت تعمل 3 مثلا بالشكل ده، ممكن نختار دي ونعمل مثلا اكس وديليت عادي، انت ليك تحكم في كل حاجة. لو حابب ان واحدة فيهم تكون ارفع من التانية، مثلا دي حابين ان هي تكون ارفع، ممكن ترجع تاني في اي وقت للكيرف داتا وتقلل الدبث بتاعها، مثلا نخلي دي 0.03 مثلا، فتبقى عندنا حاجة زي كده. تمام. بعد كده هختار الكيرف ده وشيفت واختار الكيرف ده وشيفت واختار المدفع نفسه، وهعمل كنترول بي وست بيرنت تو اوبجكت، وبكده انا ربطت كله مع بعضه. فدلوقتي لما بس اختار المدفع واعمل جي، كل حاجة بتتحرك عندي مع بعضها بالشكل ده. دلوقتي انا عايزة ان انا الف المدفع ده شوية لفوق كده، فهعمل ار اكس وهبدأ ان انا الفه حاجة زي كده مثلا لغاية الليفل اللي انا شايفاه ان هو مناسب بالنسبة لي مثلا، وجي زد وارفعه فوق الارض شوية حاجة زي كده. كنترول اس ونعمل سيف. الحاجة الاخيرة اللي عندي ان انا عايزة اعمل بقى العجلة بتاعة المدفع. ممكن ادوس 3 من النمباد علشان اشوف بالظبط من الجنب. فدلوقتي عشان اعمل العجلة هروح اعمل اد مش سيركل، وبعدين هفتح من هنا القائمة دي. انا عندي الفيرتسز بتاعه السيركل 32، ده كتير شويه، خلينا نعملهم مثلا 24 وهدوس انتر. تمام. بعد كده هعمل ار واي 90 وادوس انتر من الكيبورد علشان الفها على الواي اكسس 90 درجه. بعد كده هعمل جي اكس عشان اسحبها عليا بالشكل ده لغايه لما الاقي ان هي بقت قبل المدفع. جي زد عشان ارفعها لفوق، وجي واي علشان اجيبها في مكانها بالشكل ده. ممكن اجيبها حاجه زي كده مثلا، وممكن اصغرها شويه زي كده اس واصغرها شويه. بعد كده هروح تاب على الاديت مود، وانا على الايدج سيلكت زي ما انا هعمل اي اس عشان اعمل اكسترود وسكيل في نفس الوقت، فابدا اعمل سمك للعجله حاجه زي كده. فهعمل زي كده مثلا واكونفيرم زرار الماوس، وبعدين تاني هعمل اي اس وهعمل سكيل حاجه زي كده خالص، مثلا حاجة في الحدود دي مناسبة. بعد كده هدوس F من الكيبورد عشان أعمل فيس وأقفل الجزء ده بالشكل ده. بعد كده هروح على الفيس سيلكت وهدوس Alt واختار كل الفيسز دي بالشكل ده، ومن الكيبورد هدوس P وهعمل Separate by Selection. كده أنا فصلت الجزء اللي بره ده عن الجزء اللي جوه ده بالشكل ده. وانا على الاوبجكت مود هتاكد ان انا مختاره بس الجزء اللي جوه عندي، وهدوس تاب تاني علشان ارجع لي الاديت مود. هدوس Alt واختار كل الفيسز دي وهدوس X من الكيبورد، وانا عايزه امسح بس الفيسز فهعمل delete only faces. تمام. بعد كده هروح على الvertex select وهختار كل حاجة بالشكل ده، او ممكن ادوس A عشان اعمل select all، وهبدأ ادوس shift وهطلع من السلكشن بس الاجزاء اللي انا عاوزاها تكون موجودة. فوانا عاملة select كده هدوس shift وهدوس بس على ده وهسيب 2 وادوس على ده وانا دايسه شيفت طبعا من الكيبورد، وهسيب الاتنين دول وهختار ده وهسيب دول واختار ده، ونفس الكلام هبدأ اكرره بالشكل ده. وعشان كده احنا عملنا 24 فيرتكس للعجلة علشان تكون العدد مظبوط بالشكل ده. بعد كده هعمل X وديليت edges فبقى عندي حاجة بالشكل ده. دلوقتي هرجع على الأوبجكت مود، هلاقي ان انا مختارة كل دول، هعمل كليك يمين وconvert to curve، ونفس الكلام اللي احنا عملناه من شوية. هروح ننزل من هنا من الدبث وهبدأ ان انا ازود الدبث بتاعها بالشكل ده لحد الدرجة اللي انت شايفها مناسبة. طبعا لما اتحركنا كده لقينا ان احنا كنا بعيد قوي، فخلينا اختار دي وشفت واختار دي واعمل جي اكس وارجعها لورا
حاجة زي كده مثلا. ممكن ارفع دي لفوق شوية جي زد، وارفعها حاجة زي كده، اعمل جي اكس. بعد كده هروح اختار الجزء اللي بره ده وهدوس تاب علشان ادخل في الاديت مود، ومن الفيس سيلكت هدوس ايه عشان اعمل سيلكت اول، هاجي من الجنب كده عشان اشوف بس انا بعمل ايه، وهعمل اي اكس عشان اعمل اكسترود على الاكس اكسس حاجه مثلا زي كده، وهرجع تاب على الاوبجكت مود وجي اكس وهرجعها في المنتصف بالشكل ده، حاجه زي كده مثلا. تمام. وبعدين هروح من الموديفايرز وهعمل اد موديفاير وهعمل جنريت وهعمل بيفل موديفاير. هزود السيجمنتس شويه، ممكن اخليها 3 أو 4 مثلا، وممكن نقلل الاماونت خالص بالشكل ده عشان يبقى عندي حاجة زي كده. بعد كده هروح اعمل add modifier وgenerate وهعمل subdivision surface modifier عشان العجلة تبقى ناعمة وهخليها 2. ودلوقتي هعمل كليك يمين وشيد سموث، فبقى عندي حاجة زي كده للعجلة. وبعدين هروح اقف على ده واعمل كليك يمين برضو وشيد سموث، فبقى عندي شكل العجلة حاجة زي كده. ممكن طبعا ان احنا نختار ده ونعمل اس اكس فتبقى مش مدورة قوي، تبقى حاجة زي كده. كنترول اس علشان اعمل سيف. والحاجة الاخيرة ان انا هعمل سيلكت على دي وشيفت وسيلكت على دي وكنترول بي وهعمل set parent to object، وبعدين همسك دي بقى كده واعمل جي زد ارفعها لفوق شوية، وممكن اروح تاب على الاديت مود وامسك الفيس دي واعمل جي اكس واسحبها زي كده مثلا. ودلوقتي هرجع تاب عشان ارجع لي الاوبجكت مود وامسك دي واعمل جي اكس واوصلها بيها زي كده. ممكن امسك ده واعمل جي زد زد علشان احركه على الزد اكسس بتاع المدفع نفسه، عشان كده عملت زد مرتين وارجعه لورا حاجة زي هنا مثلا. كنترول اس عشان اعمل سيف. وبعدين دلوقتي انا شايفة ان في فرق هنا بسيط ما بين دول وما بين دول، فممكن امسك دي واروح على التوجل اكس راي ومن الاديت مود هختار كل دول وهعمل اس واعمل لهم سكيل حاجة بسيطة خالص زي كده بس عشان توصل مع الحاجات دي. دلوقتي هلغي التوجل اكس راي. تمام كده مظبوط. كنترول اس. ودلوقتي هروح تاب على الاديت مود وانا مختاره الجزء ده وهمسك بس الفيس دي وهعمل اي عشان اعمل لها انسات حاجه زي كده، وممكن اعمل اي اكس واجيبها كده وانسات مره كمان واي اكس مره كمان وهطلعها لقدام حاجه بالشكل ده، وده عشان مجرد اعمل شكل للعجله مش اكتر. تمام. كنترول اس عشان اعمل سيف. دلوقتي هختار العجلة دي وهروح من الموديفايرز هعمل add modifier generate وهعمل mirror modifier. من الميرور object هنا هختار جسم المدفع بالشكل ده، فبقى عندي نسخة تانية منها. وطبعا زي ما قلنا قبل كده هروح اختار برضو الجزء اللي في النص ده وشيفت واختار ده، وهاجي على الميرور modifier ومن السهم الصغير ده وهعمل copy to selected، وبكده انا نقلت العجلة زي ما هي الناحية التانية. كنترول اس عشان اعمل سيف. ودلوقتي ممكن اوصل كل الكلام ده ببعضه، فهمسك العجله وشيفت وهمسك المدفع وهعمل كنترول بي وهعمل set parent to object، وبكده لو بس مسكت المدفع وعملت جي هحرك كل حاجه بالشكل ده. كليك يمين عشان اكنسل الحركه. ودلوقتي مش هيتبقى عندي حاجه غير ان انا اضيف الماتيريالز، فهروح اعمل add mesh plane وهعمل scale حاجة زي كده مثلا، وهمسك المدفع واعمل جي زد عشان ارفعه فوق الارض، وهروح على الرندر بريفيو علشان اشوف انا بعمل ايه كويس. ومن هنا من الرندر انجن هروح اخليها سايكلز بدل ما هي ايفي، والبي يو دي هغيرها جي بي يو كومبيوت، والماك سامبلز بتاعة الفيو بورت هخليها 200 وبتاعة الرندر هخليها 300. وبعدين هاجي من تحت من الكالر مانجمنت هخلي اللوك medium high contrast، وفيو ترانسفورم دي هخليها فيلمك. كنترول اس عشان اعمل سيف. وبكده انا ظبطت السيتنجز بتاعتي. هبدأ بقى ان انا اضيف الماتيريالز، فهاجي على جسم المدفع من هنا وهروح على الماتيريال بروبرتيز كده، هعمل نيو من هنا وهختار اللون وبس هنزل لتحت حاجة زي كده علشان نخليه درجة من درجات الاسود بالشكل ده. وطبعا ممكن تسيبه حاجة زي كده يكون شكله كلاي، او ممكن تزود الميتاليك لو انت حابب، ونقلل الرفنس شوية زي كده. ممكن نعمل ماتيريال لدول
يعني تكون افتح شوية، حاجة بسيطة زي كده. خلينا امسك دي واعمل سكيل حاجة بسيطة علشان يطلع بره جسم المدفع. تمام، حلو كده. وهختار الكيرف ده وشيفت، وهختار الكيرف ده، ونفس الكلام من السهم الصغير ده هعمل كوبي ماتيريال تو سيلكتد كده، اوتوماتيكلي الماتيريال راحت للجزء التاني. ودلوقتي لو انا عملت اي تغيير على الماتيريال دي، فمثلا خليتها ميتاليك اكتر او قللت الرفنس حاجة زي كده مثلا، اوتوماتيكلي هتطبق على الماتيريال التانية لان دي نسخة من دي. تمام، كنترول اس عشان اعمل سيف. وهاجي على العجلة من هنا، همسك العجلة دي وهعمل نيو ماتيريال وهديها لون قريب من لون الخشب شوية. تمام، درجة اللون دي مناسبة بالنسبة لي. كنترول اس عشان اعمل سيف. وممكن نيجي من هنا اختار الجزء ده وتاب عشان اروح للاديت مود. وانا مختارة الفيس دي هعمل شيفت والت واختار كمان الفيس لوب دي، وشيفت والت واختار الفيس لوب دي كمان. وهعمل نيو من هنا وهعمل اساين عشان اعمل لدول ماتيريال مختلفة. وهعمل نيو ماتيريال وهعمل لها ماتيريال اغمق شوية. وممكن امسك دول واختار نفس الماتيريال الأغمق شوية للجزء ده بتاع العجل. فبقى عندي حاجة بالشكل ده. ونرجع ونقول ان دي طبعا كلها تفضيلات شخصية. والحاجة الأخيرة اللي احنا هنعملها هتكون هي الإضاءة. فهعمل add light area light، هعمل جي زد عشان ارفعه لفوق حاجة زي هنا مثلا، وسكيل وهكبره بالشكل ده جي زد وارفعه لفوق. خلينا نروح من هنا نخلي دي مثلا 70 وادوس انتر. وهدوس 0 من الكيبورد عشان اشوف الكاميرا بتاعتي فين. فهروح اسلكت الكاميرا كده واعمل زوم ان شوية، وهدوس ان من الكيبورد علشان افتح القائمة دي. ومن فيو هعمل كاميرا تو فيو من هنا. ودلوقتي لما هتحرك الكاميرا هتتحرك معايا. هبدأ اظبط الفيو بتاع الكاميرا. هاجي من هنا من السيتنجز اخلي برسبكتيف دي اورثوجرافيك، وهعمل حاجة زي كده مثلا. تمام، الزاوية دي كويسة بالنسبة لي. دلوقتي هلغي الكاميرا تو فيو، بس اعتقد ان انا ممكن اكبر العجلة شوية. فهعمل سيلكت على دي وشيفت وسيلكت على دي، وهعمل اس وهكبر العجلة حاجة زي كده مثلا. وهعمل جي زد ارفعها فوق الارض حاجة بالشكل ده. وممكن امسك العجل اعمل له جي زد انزله بس لتحت شوية بالشكل ده، وامسك المدفع كله وجي زد وارفعه فوق الارض حاجة زي كده. ممكن بس اروح كده وتاب على الاديت مود، ومن الادج سيلكت اختار الت واختار الادج لوب دي، وشيفت والت واختار دي، واعمل سكيل حاجة زي كده، وارجع على الاوبجكت مود. تمام، دلوقتي لو دوست 0 من النمباد ده الشكل اللي عندي. ممكن اخلي الاضاءة دي حاجة مايلة للدرجات الاصفر شوية حاجة زي كده. والأرض برضو عايزين نديها ماتيريال. ممكن نقلل الرفنس بتاعة الأرض ونزود الميتاليك نفتحها شوية. وهاجي من هنا هختار الإضاءة دي وهعمل شيفت دي واي واجيبها على الواي اكسس هنا كده. جي اكس هجيبها هنا شوية بالشكل ده. وهعلي الإضاءة خليها حاجة زي 80. وهخلي دي 200 مثلا. سكيل هكبرها شوية. وجي زد هرفعها لفوق أكتر. وهاخد من دي نسخة كمان شيفت دي واي اجيبها الناحية التانية. وهمسك دي واخد منها نسخة شيفت دي اكس اجيبها ورا كده جي واي وهحركها هنا. ولو انت حابب ان انت تلغي انعكاس الاضاءة على الارض بالشكل ده، فهتيجي من هنا من الاوبجكت وهتلاقي الفيزيبيليتي. من راي فيزيبيليتي هتلغي جلوسي، فهتتلغي عندك من هنا. بس كمان هيتلغي انعكاسها على جسم الاوبجكت بتاعك بالشكل ده. ممكن اقربها شوية عشان تنور لي الجزء ده اكتر حاجة زي كده. واخلي دي 300. وبعدين لو عايزين نزود انعكاسات فممكن دي كمان نديها لون ونعمل شيفت دي اخد منها نسخة اكس واحركها لورا عشان تبدأ تعمل لي انعكاس بالشكل ده هنا. وجي واي وانا ارجعها لورا شوية عشان انا حابة الانعكاس بتاعها يكون هنا كده. ودي ممكن ازود الاضاءة بتاعتها
خليها مثلا 300 كويس، واجيب دي جي اكس هنا شوية كده، وبعدين شيفت دي اخد منها نسخة، شيفت دي اكس واجيب واحدة تانية هنا. دي السيتنجز اللي انا عملتها للاضاءات. فبس كده، دي كانت الطريقة اللي انا عملت بيها التصميم بتاع مدفع رمضان زي ما شفنا سوا كده. فيا رب يكون الفيديو عجبك، ويا رب يكون كان مفيد ليك. وفي اخر الفيديو طبعا بفكرك لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتدوس على زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اول باول، وعلشان تدعم القناة كمان. ولو ليكوا اي اسئلة او اقتراحات او تعليقات يا ريت تسيبوها لنا في الكومنتس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله. باي باي.